مدام عفاف حرم الدكتور محمود حافظ إبراهيم رئيس المجمع العلمي. المصري. رئيس المجمع العلمي ايه؟ المصري. المجمع العلمي الدكتور المصري. محمود في غيبوبة الآن. أيوة. أهلا مدام عفاف، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا أستاذ خير. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. والله من المؤسف في الحقيقة اللي احنا سمعناه دلوقتي عن حريق المجمع العلمي المصري، أقدم هيئة علمية في الوطن العربي كله الحقيقة يعني. نعم. وفيها مجلدات وكتب ثروة مش عارفة ازاي هترجع مرة تانية الحقيقة. ده من حظ الدكتور محمود انه في غيبوبة وما سمعش الخبر ده. ألف سلامة عليك. الحقيقة والله ده في الكتاب الأصلي لوصف مصر مجلد ما تقدرش 2 3 يشيلوه. الحقيقة مش قادرة مش لاقية الكلمات اللي تعبر عن الأسف الشديد لهذا الحدث ولمصلحة مين ده، ومالوش أي دخل. المجمع العلمي ليس له أي دخل بكل اللي بيحصل. نعم. معقولة الكلام ده؟ معقولة إن إحنا دلوقتي ما بنقدرش نفرق ما بين الحاجات المهمة في بلدنا والحاجات اللي مش مهمة؟ ليه يحرقوه بمناسبة إيه؟ والله انا مش عارفه الحقيقه العاملين فيه دلوقتي شعورهم ايه او هم حاسين بايه، وخصوصا الاستاذ الدكتور الشرنوبي محمد الشرنوبي الامين العام. وانا حتى مش عارفه الاقيه اساله وصلت الاخبار لايه او وصل الامور لايه. نعم. فالحقيقه انا بنطلب اللطف من الله، لان الحقيقه اللي بيحصل ده ما يرضيش اي حد خالص. خليني كمان مدام عفاف اناشد مره اخرى الداخليه، ويا ريت يا جماعه انا عايزه ما تشوفوا لنا الكادر الكاميرا عايزين نشوف ايه الوضع هناك. المدنيه يا استاذ خير، اداره في كميه مهوله من الكتب والمراجع. نعم. الحقيقه يعني يلحقوا اي حاجه. انا مش عارفه مش لاقيه كلمات اقولها لحضرتك الحقيقه يعني. انا منفعله اكتر من اللازم، مش لاقيه كلمات اقولها. معاكي حق معاكي حق. ما هو شيء هيئه علميه بقالها 200 سنه ومبنى بقاله 200 سنه، واخد بالك، يسخر بكل الكتب القيمه. لا اله الا ازاي احنا نعمل فيه كده؟ والمصلحه مين؟ انا مش فاهمه يعني. هم بيضربوا كده وخلاص، ملوش دخل في العمليه. لهم اعتصام، لهم مطالب مع المجلس العسكري مع الحكومه. ده امور خارجه خالص عن الهيئات العلميه، دي ملهاش دخل خالص. شكرا مدام عفاف، شكرا. انا اناشد الحمايه المدنيه مرة